بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي الأمارات، تعالوا كده شوفوا النهاردة هنعمل ايه. نبتدي ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنعمل ايه؟ التلبينة، اللي هي التلبينة وصى بيها الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام. يعني ايه؟ يعني كان في حديث للنبي عليه أفضل الصلاة والسلام بيقول فيه أعطوا التلبينة للمريض حتى يشفى والحزين حتى يذهب حزنه. نبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا بصوا شوفوا التلبينة دي بتتباع عند العطار، باخد منها معلقة كبيرة على كوباية حليب. الحليب اللي موجود عندك أو اللي ايه تحبي تستخدميه، كان حليب أو لبن فريش أو ايه معلب. بصوا انا عارفه طبعا المعيار، فعشان كده عارفه بعمل قد ايه. انا بعمل كوبايه لبن على معلقه تلبينه. هتدعوا لي عليها يا جماعه لاني طعمها جميل جدا ومليان فيتامينات. على فكره هنحط معلقه التلبينه مع كوبايه اللبن ومعلقه سكر او معلقه عسل تبع الموجود عندك او الرغبه. انا بس هعمل هنا كوبايه الحليب مع معلقه التلبينه زائد معلقه عسل. تعالوا بس ما تضحكوش عليا، عارفاكم انتوا اشطر مني وهتعملوها وهتطلع حلوه وجميله من ايدكم. هنبتدي ندوب التلبينه في اللبن وناخد معلقه عسل. انا هعملها بالعسل، هرجع اقول لكم انتوا ممكن تعملوها بالسكر. على فكره لما تفتحي العسل لازم يكون معاكي معلقه غير اللي انتي بتدوبي بيها في اللبن والتلبينه، معلقه تانية. بس انا هنا تغلطوا غلطتي انا بالمعلقه اللي كنت شغاله بيها خدت معلقه عسل، مفيش مشكله يعني، ممكن اصلح الموضوع ده هون. بس انتوا ما تعملوش كده. بس انا عملت كده ليه؟ عشان ما افصلش الفيديو وارجع اصور تاني. اعذروني الموضوع صعب. هنبتدي ندوب العسل في اللبن ومعلقه التلبينه كويس لحد ما يدوبوا، وبعد كده نحطها على النار. احنا قلنا مع بعض ايه؟ دي وصفة نبوية اهو. هنحطها على النار، هنولع عليها نار هادية وخفيفة، وهتبتدي ممكن من 5 دقايق لربع ساعة. بس اكيد الكمية اللي انا عاملاها مش هتاخد الوقت ده كله. ويستحسن انتي وشغالة تبتدي تدوبي وتحركي فيها باستمرار، ما تسيبيهاش خالص لحد ما قوامها يبقى متماسك. الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام بذكركم بحديثه، قال إيه؟ أعطوها للحزين حتى يرحل أو يذهب حزنه، وأعطوها للمريض حتى يشفى. يعني في إيه بقى؟ لما يكون الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام يوصينا على حاجة زي كده يبقى أكيد قيمتها الغذائية فوق الرائعة. عليك أفضل الصلاة وأتم التسليم حبيبي يا رسول الله. ويا ريت تصلوا على النبي في الكومنتات وتقولوا لي بعد ما تعملوها إيه رأيكم فيها. نغير شوية على الكروشيه عشان ما تملوش مع بعض. تعالوا كده أهو. أنا كفاية كده، قوامها بقى مناسب جدا جدا. أنا بحبها كده، في ناس تحبها أخف من كده، تكفي زودي في اللبن أوكي، أو تكفي ما تحطيش معلقة مليانة على الآخر التلبينة. بصوا ليه هنفضل نغرف يلا اهو بالحل حبايبي الامارات نستغل الوقت كده عشان ما نضيعش وقت اهو. هنحطها في طبق جميل زيكم كده، وهنبتدي بعد كده نزوق وشها بايه؟ بالعسل. بصوا دي الغطا بتاع العسل او المص بتاعت العسل
نخرجها كده وبعد كده نبتدي نحط على الوش ايه، نحط على الوش شوية عسل زيكم كده يا أمارات يا عسلات. بصوا يا عين جمل اهو، حاطين فوق عين جمل. استنى هدور لكم على كاجو ولا لوز، بس كل اللي طالع عين جمل اهو. الله الله ما شاء الله، بالهنا والشفا. جربوها وهتدعولي، ما تنسوش تدعولي. ما تنسوش تدعولي. يلا بحبكم في الله وكل متابعيني، وبتمنى لكم ان شاء الله تشوفوا عندي كل جديد ومفيد ببساطة وشياكة. بحبكم في الله، باي. دعواتكم لينا. باي 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 باي. بحبكم في الله. باي باي باي. بحبكم في الله.